نتشرف بالاسم. محمد فتحي محمد حسين. استاذ احمد حسن الصيد. ايه المشكله بقى؟ المشكله حضرتك ان احنا في فرقه انقاذ بقالنا اكتر من 25 سنه بنشتغل على ذمه مجلس مدينه جمصه لتابع المحافظه الاهليه بالنسبه لشاطئ مصيف جمصه. بنشتغل على ذمته بعقد موسمي مؤقت يبدا من 1/6 ل 30/9. لحد الصيف اللي فات جم لغوا العقد الموسمي المؤقت وعملوه لنا عقد موسمي باليوميه. فطبعا احنا علشان احنا حبنا في الشغلانه مش عشان فلوس. انا ربنا جعلني سبب، انا سبب تمام. ان البني ادم ده بيغرق، ربنا بيكرمني وبنزل بلحقه بجيبه. يعني انا بجيبه، عاش ربنا اراد ان هو يعيش على ايديا، مات ربنا اراد ان يعني عمره مكتوب لحد كده. اجله انتهى. اهم حاجه ان الجثه ما بنسيبهاش البحر ياخدها، نشيلها من البحر. تمام. المهم قلنا نعدي الموسم بتاعنا، والحمد لله عدينا الموسم بتاعنا. بس قبل ما نشتغل قعدوا من 1/6 ل5/6 ما شغلوناش ولا نزلنا على البحر. في خلال ال5 ايام دول حصل 8 حالات غرق. وفاء. ال8 حالات غرق دول غرموا المجلس 4 مليون جنيه تعويض للاهالي. على العلم ان انا 100 بحار بشتغل من 1/6 ل 30/9 فتره 4 شهور. الميزانيه بتاعتنا الاربع شهور 100 بحار 840,000 جنيه. ما بالك بقى، شوف 8 حالات غرق غيرهم غرموا المجلس 4 مليون، واحنا بنشتغل 4 شهور ب 840,000 جنيه. يقول لك كتير، الميزانيه بتاعتكم كتير. البلد ما فيش فيها فلوس. المصيف بتاعنا دوت الشط مناطق الشماسي 17 منطقه بتأجروا كل سنه ب 3 مليون داخلين للمجلس والمحافظه الاهليه. حاجه اسمها صندوق الخدمات بيشمل الاشغالات. المصيف كله